بيتكلموا في الإعلام عن الروابط بتاع الأولتراس إن هي مجرد مجموعات شبابية بتحب الشغب والتهريج، وبس بيطلعوا عندهم طاقة جواهم بيطلعوها وخلاص، يعني مالهمش أي هدف ولا أي حاجة بيسعوا ليها. فوضح لنا الصورة بالنسبة لشباب الأولتراس. والله كل الكلام اللي بيتقال في الاعلام دوت، الاعلام من امتى بيصدق اصلا؟ فكل كلامهم كذب. احنا ناس اصحاب قضايا، لينا حقوق، ولينا قضايا. القضيه بتاعتنا اللي هي حق اخواتنا الشهداء، وفي ناس معتقلين كتير من اصحابنا واهلنا معتقلين. فاحنا بنعمل ان احنا نرجع الناس دي ونرجع حقوقهم، لان هم املهم في ربنا ثم فينا. فاحنا دي قضيتنا، هنفضل نجري وراها لحد اخر قطره دم فينا، ومش هنسكت ومش هنسلم ومش هنلين، وهنفضل مكملين لحد اخر واحد فينا. احب اقول ان الالتراس اصحاب قضيه وما بياخدش فلوس من حد. ما تقنعنيش ان في واحد ممكن يبيع حياته مقابل فلوس. مستحيل اي واحد عاقل يعمل كده، ده لو مجنون مستحيل يعمل كده. يعني انت مستحيل ترضى انك تاخد فلوس وتروح تعرض حياتك للموت، مفيش من وراها فايده. بس في واحد مؤمن بقضيه ممكن يموت عشانها في سبيل ان حد تاني يعيش حر، يعيش بكرامه. مفيش واحد ملوش لازمه يجي يحكمه. دي قضيتنا. انما التنطيط واللعب والهزار الحاجات ديت، فمين مين انسان عاقل مستعد ان هو ينزل يلعب وهو عارف ان هو ممكن يتسجن ويعتقل في سجون الانقلابيين، او تيجي له رصاصه من اي مكان؟ فما فيش داعي للعب في مكان في خطر على الحياه اللي هي اغلى ما يملك الانسان. هنتكلم دلوقتي على موضوع التمويل. تمويل الالتراس نفسه اللي الاعلام بيصوروا ان احنا بيصرف علينا جماعات، زي ما قلنا ان احنا مش تابعين لاي جماعات ولا اي فصيل سياسي ولا اي جماعات منظمه. احنا تنظيم شبابي بحت. مصاريفنا بتبقى بشكل ذاتي، بنشيل بعضنا، بيبقى لينا زي دعم داخلي لو محتاجين اي حاجه. كل النشاطات بتاعتنا غالبا بتبقى مش محتاجه لفلوس. الحاجات اللي بنحتاج لها الفلوس ان كانت شماريخ او تيشرتات او كده بتبقى حاجات بدعم داخلي، كل واحد بيدفع جزء من الفلوس وبنجمع في الاخر ونوصل ان احنا نعمل الفكره اللي احنا عايزين نوصل لها والشكل اللي احنا عايزين نوصل له باقل التكاليف اللي نقدر